أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذا أبرز عنوانها: موجة حر شديدة تشهدها العديد من أقاليم المملكة المغربية طيلة هذه الفترة. قبل البدء لا تنسوا الاشتراك في القناة وتشجيعنا بلايك لتتوصلوا بجديد الأخبار المغربية، وشكرا جزيلا لكم. أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأنه من المرتقب تسجيل موجة حر شديدة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 37 و 44 من الثلاثاء إلى الجمعة القادمين بعدد من مدن وأقاليم المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من المستوى البرتقالي أنه يرتقب تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 37 و 41 درجة يوم الثلاثاء القادم بكل من تارودانت وإنزكان أيت ملول أكادير إدوتنان وشتوكا أيتباها الفقيه بن صالح بني ملال سيدي بن نور آسفي سطات شيشاوة مراكش قلعة سراغنة واليوسفية والرحامنة سيدي سليمان سيدي قاسم سمارة السزاق وطاطا. وأضافت المديرية أنه من المرتقب كذلك تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 37 و 48 درجة من الأربعاء إلى الجمعة المقبلين بكل من العرائش ووزان مكناس والقنيطرة فاس ومولاي يعقوب تاونات الخميسات خريبقة سطات بن سليمان سيدي بن نور بني ملال الفقيه بن صالح شيشاوة قلعة سراغنة الرحامنة مراكش وآسفي واليوسفية. وحسب نفس المصدر فسيتم تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 41 و 44 درجة من الأربعاء إلى الجمعة القادمين بكل من تارودانت وإنزكان أيت ملول أكادير إدوتنان وشتوكا أيتباها تيزنيت وطاطا والسزاق وقلميم والسمارة وطنطان وسيدي سليمان وسيدي قاسم. شكرا لكم على الحسن المتابعة، وإلى اللقاء في نشرة إخبارية قادمة.